فاكر ان كلمة الطلاق لوحدها تكسر الجواز عند المسيحيين؟ لا، الموضوع غير كده خالص. القانون بيقول ان الطلاق عند المسيحيين ما بيعترفش بيه غير لما بيتوثق في المحكمة رسمي. يعني كلمة انت طالق من غير ورق بتساوي مفيش طلاق. القاضي بيدور على حاجتين: الحاجة الأولانية هل في اختلاف ملة أو طائفة ولا لأ، والحاجة التانية هل في شهود أو دليل على إن الطلاق حصل فعلا ولا لأ. ولو المحكمة حكمت بقبول التطليق، الجواز بيتفك من يوم الكلمة ما اتقالت، مش من يوم تاريخ الحكم. بس خد بالك، الزوجة ليها نفقة عدة ومتعة، ومفيش زواج بيتم إلا لما إجراءات الطلاق بتتوثق مدني وبننهي الإجراءات الدينية. الخلاصة يعني الكلمة مش كفاية، المحكمة هي اللي بتحولها لطلاق رسمي. عاوز تعرف أو تعرفي إيه حقوقك بعد الطلاق أو إزاي بتترفع الدعوة طلاق المسيحيين؟ اكتب لي في الكومنتات وسيب سؤالك، عشان احنا مستشارين ومحترفين في الحصول على أحكام كتير لطلاق المسيحيين.